يا صباح الفل عليكم. تعالوا النهارده بقى في فلوج مش سريع اقول لكم انا عملت ايه ورحت فين. صحيت من النوم قررت ان انا اسافر محافظه جميله جدا في مصر. المحافظه دي رايحاها مخصوص عشان اكل سمك واشوف البحر واشوف اخبار اللبس الشتوي. طبعا خدت الاتوبيس من موقف الترجمان. موقف الترجمان ده في ميناء النقل البري. شركة سوبر جيت من ضمن الشركات الموجودة. اخترت درجة الرويال ستارز. دي كانت التيكت ب170 جنيه. هو في كل ساعتين باص من رويال ستارز، وكل ساعة باص عموما لسوبر جيت. المهم الاتوبيس ده كان دورين للأسف يعني، وانا كنت حاجزة الكرسي الاولاني على اساس ابقى قدام خالص. فقدام خالص تحت ده زي ما انتم شايفين في قدامي جدار كده، فكنت قاعده وشي في الحيطه يعني. بس ما علينا، استمتعت بالطريق وشفت قد ايه المناظر الاراضي الزراعيه دي بجد بجد تعجبني جدا. وخصوصا كمان البيوت اللي بتبقى مبنيه وسطها، بحس ان العيشه هناك جميله قوي. كده احنا خلاص دخلنا المحافظه اللي هتعرفوا دلوقتي هي ايه. عاملين الجدار ده جديد وعليه صور للمينا والمعديه وكده والنورس. والحمد لله خدت على طول اوبر ووصلت للفندق. هو اسمه فندق بلس على البحر وعلى طرح البحر كمان، يعني خطوتين من البحر اصلا. طبعا اول حاجة بحط حاجتي وبنزل اطمن على البحر اخباره ايه، واشوف الكلاب بتوعي اللي بيبقوا على البحر اخبارهم ايه برضو. طبعا زي ما انتم شايفين البحر كان فاضي خالص، في ناس قليلة بس قاعدة على الكراسي، وفي يعني شخص واحد مثلا نزل البحر. في الجو ما كانش ساقع قوي، بس برضو المية اكيد هتبقى ساقعة جدا. دول الكلاب بقى اللي ايه، يعني السنة اللي فاتت لما روحت كانوا اصلا بيبيهات، كبروا وجوزوا وخلفوا. طبعا اول ما شافوني بقى جم قعدنا نلعب شوية. الوقت ده يعني كنت بضيعه بس على البحر عشان ايه، انا كنت لوحدي ومحتاجة بقى يعني ايه افصل شوية كده. فبفصل اكتر وببقى مستمتعة في وجود مثلا قطة كلب كده. هو انا بحب الحيوانات عموما. المهم يعني قعدنا نلعب بقى شوية كده، وكان معايا اكل واكلتهم وقعدوا يلعبوا بقى بالكيس والورقة بتوع الاكل. وفي الوقت ده كنت طلبت اوردر سمك من محل في بور فؤاد. هو في العادة بيجيلي من بور فؤاد لبورسعيد، او احيانا انا بروح له من بورسعيد لبور فؤاد. هي مسألة معدية يعني، ما بتاخدش 10 دقايق، وبعد كده بتمشى لحد ايه ما اوصل له هناك في المدينة. المهم يعني الاوردر خد وقت شوية، وانا كنتش عارفة اعمل ايه الحقيقة يعني. بدأت بقى ازهق شوية، ففضلت اشغل نفسي اكتر بان انا ايه العب بقى مع الكلاب وننادي على كلاب تانية والكلاب تيجي وكده. وشغلت شوية اغاني لأم كلثوم وقعدت اسمعها برضو. هنا كان في بقى الناس اللي هي بتأجر الخيل. هو ايجار الخيل هناك يعني السنة اللي فاتت كان ربع ساعة ب75 جنيه. السنة دي معرفش بكام، وما عملتش كده السنة دي ان انا بخاف شوية. وزي ما انتوا شايفين يعني شط بورسعيد بيبقى عليه دايما الصدف والودع الصغير ده. هو بيبقى مكسر الحقيقة وممكن يعور الرجل، ممكن يعني، بس يعني نخلي بالنا الدنيا بتبقى كويسة. كنت بغلس بقى على الكلبة عشان هي عمالة مشغولة كده، عمالة يعني تنظف نفسها وبتاع، وانا ايه زهقانة فبغلس عليها واجر شكلها عشان ايه تلعب معايا. فطبعا قعدت لها بقى في الارض، والجزء اللي انا كنت قاعده فيه ده كان ناشف، فقعدت براحتي يعني. وام كلثوم شغاله وعماله بسمعها، وده احسن جو تقعدوا فيه يعني في اسكندريه او في بورسعيد. الجو الشتوي اللي هو مش شتوي قوي ومش صيف قوي ده، لان لما الدنيا بتشتي قوي بيبقى بقى فيه اخطار بقى، المطر والبرق والرعد لو حد بيخاف يعني او كده مش هيبقى متأقلم قوي. طبعا البحر كان عالي في اليوم ده شوية، هو زي ما انتم شايفين الموج كان مش قليل. ورغم كده في راجل كبير في السن نزل البحر، بس طبعا انا ما صورتوش عشان الخصوصية وكده. وخلصت بقى قعدتي على البحر، بدأت ارجع بقى تاني. كانت حوالي الساعة 5، لا او قبل 5.
لان الاوردر جالي 5. فبدأت ارجع بقى كده علشان اشوف حاجة اشربها، ان انا مشربتش حاجة على البحر. فده طرح البحر اللي هو جنب الفندق على طول، في بقى البارتيشنات ديت فيها مطاعم وكافيهات وكده، بتاخد الحاجة تيك اواي، وفي فوقيهم دور تاني اهو باين. دايما بيبقوا عاملين دور تاني كده لو حد عايز يقعد ياكل او يشرب وهما مشتركين مع بعض بقى، يعني ما بيبقاش ده خاص بمطعم واحد، زي فود كورت كده. خدت القهوة بتاعتي وطلعت على الفندق. الاوردر كان جالي، فقعدت اكل بقى. كان سمك تبارة وكان مبطرخ، ده وقته الحقيقة دلوقتي، وبجد بجد كان جميل جدا. بس الحقيقة هم نسيوا يجيبولي الرز، ونسيوا كمان يجيبولي سلطة الطحينة، فاكلته حاف وكنت مستاءة جدا، يعني ما كنتش مبسوطة قوي. بعد ما اكلت بقى نزلت علشان اشوف بقى هعمل ايه في بقية اليوم، ان انا كان معايا هناك يوم واحد بس. فنزلت ايه، ده مكان جنب الفندق كده، في سينمات ومسرح وكافيهات ومطاعم برضو، يعني الناحية التانية من طرح البحر، يعني طرح البحر يمين، المكان ده شمال. فقعدت اتمشى بقى، وده كان جراج كده كبير جدا برضو ورا الفندق، جنب الفندق. الجراج ده كان بيتعمل فيه تقفيلات كده، ويعرضوا فيها استوكات للهدوم اللي جايه من بره. بس الحقيقه المره دي انا ما لقيتش حاجه. وكان في مكان بيبقى هنا اسمه استوكات كريم، كنا كل سنه بنروح نتفرج عنده وكده، ما لقيتوش المره دي. بس بعد شويه بقى لما رجعت الفندق وسالتهم، قالوا لي ان هو موجود بس في اخر الجراج ده. هو الجراج مفتوح كده وامان، ما فيهوش قلق ولا اي حاجه، واصلا وراه على طول طرح البحر، فالدنيا ايه امان جدا يعني، ما تقلقوش. واصلا قصاد الفندق في مديريه امن بورسعيد، فيعني تعتبر دي الحته الاكثر امنا بالنسبه لي في بورسعيد. دي كانت بقى المطاعم والكافيهات الموجوده في طرح البحر ده كده يمين. الجزء بقى الشمال اهو، ده اللي فيه بقى السينما والمسرح، وفي بقى محلات كتير اللي هي هتبقى منوره اصفر كده على الشمال. دي كلها لبس بقى، محلات لبس يعني، انا قربت منها اهو. المهم انا حسيت ان انا مش عايزه اروح اتفرج يعني، كان معظم اللبس هناك رجالي. فقررت ان انا ادخل اشوف اخبار السينما عندهم ايه، وايه الافلام الموجوده، لان انا كنت شفت اعلان فيلم قبل ما اروح اسمه اولاد الافاضل، وكنت حاسه ان كوميدي جدا، فقلت ايه ممكن ان انا اشوفه. وبالفعل حجزت تيكت. السينما هنا اسمها سينمتي، هي سينما حلوة جدا، وبرضو لما بنروح دايما بندخلها. فاخترت الفيلم ده وحجزته. كان ميعاده الساعة 7:15 او 7:15 او 7، يعني مش فاكرة قوي. المهم التيكت كانت ب150، وحجزت مكان يكون في نص القاعة بتاعة العرض، ويكون ولا جنبي حد يمين ولا جنبي حد شمال. والحقيقة اللي كان بيحجز التذاكر كان متفاهم جدا، وعمل لي اللي انا عايزاه يعني بدون اي حاجة زيادة. المهم قعدت بقى استنيت، كان في باقي ساعة على الفيلم. فرجعت تاني الفندق، قعدت مع اللي هي صديقة من الفندق هناك، قعدت معاها، هي بتشتغل بالفعل هناك. قعدنا ندردش شوية، و يعني حددت بقى انا هعمل ايه بالليل بعد الفيلم، ان انا هروح السوق التجاري او شارع التلاتيني. دول بيبقى فيهم محلات كتيرة جدا زي وسط البلد كده في القاهرة، وبيبيعوا كل حاجة. كنت محتاجة اشتري شوية حاجات، فقلت ايه هخلص الفيلم واروح اشتريها. هنا خلاص انا حجزت التيكت، والميعاد اهو كان فعلا الساعة 7. وكان لسه بقى معايا الساعة، فرجعت الفندق وسبتها. او قبل ما ارجع الفندق قلت ايه هشرب حاجة تاني، يعني انا كنت شربت قبل ما اروح الفندق وقت الغدا، قبل الغدا يعني قهوة. فلو شربت قهوة تاني هتبقى في مأساة في النوم بالليل، مش هنام. قابلت التمثال ده برضو، مش عارفة التمثال ده تمثال مين، او يعني هو شخصية مشهورة اكيد، بس انا مش عارفة مين. وما كانش مكتوب عليه اي تعليق ولا اي لافتة ولا اي حاجة خالص، ولا من اي مكان. وفي قطة جميلة برضو صورتها، كانت معدية من تحت التمثال ده، قلت لها لازم ايه اوثق لك فيديو معايا اهي. المهم
كل ده بقى انا بفكر انا هشرب ايه، ان انا متغديه وشاربه قهوه وكل حاجه. فدخلت تاني طرح البحر اتفرج يعني اشوف ايه الكافيهات برضو الموجوده وبتعمل ايه. فلقيت مكان بيعمل عصاير سموزي ومشروبات ساقعه. فقلت بس هو ده اللي ايه هينفعني عشان ايه اقدر انام بالليل من غير مشاكل يعني. بس فروحت بقى المكان ده. انا كده بصور برضو الجراج اللي هو بيبقى فيه الاماكن اللي فيها ستوكات. وهنا كنت بقى وصلت المحل اللي هو اللي بيعمل سموزي، هو اسمه سموزي بارادايز. طبعا واكله سمك فاكيد هشرب حاجه بقى يعني تهضم الدنيا كده. فاخترت الليمون بالنعناع، دي المنيو بتاعته، قلت برضو اصورها في الفيديو. الاسعار دي احنا كده في شهر 11 2025. المهم يا اصحابي رحت بقى عمل لي المشروب وخدته. وكان يعني الجو بدأ يسقع والمشروب كان كله عبارة عن تلج. الصراحة كان طعمه حلو جدا. هو ده ليمون بالنعناع وكان فريش، مفيش اي نكهات ولا اي حاجة. بس كل اللي انتوا شايفينه فوق ده كل ده تلج يعني. المهم شربته ومن ساعتها انا زوري تعبان. ما علينا. خدت بقى جولة في طرح البحر ده نفسه، لان انا دايما يعني باخد لي اول محلين كده وبرجع تاني ما بكملش لجوه. فاكتشفت ان في جوه يعني. وبرضه صورت البساكت دي عشان الفكرة برضه عجبتني رغم انهم مبهدلين، بس كويس ان المبدأ موجود. خدت بقى جولة كده جوه علشان اشوف هو يعني اصور برضه المحلات واشوف الحاجات ايه الموجودة. كل ده وانا بشرب العصير بتاعي ومستنية ميعاد الفيلم. بصراحة السفرية دي كانت حلوة جدا وفرقت معايا قوي. واي حد محتاج يفصل او محتاج يشوف حاجات جديدة او ياكل سمك يروح بسرعة على بورسعيد. هي دلوقتي حلوة جدا. وعايزة اقول لكم ان مش شرط تركبوا اوبر، بس في تاكسيات كمان. تاكسي بياخد في المشوار حوالي 30 جنيه. اتمنى لو عجبكم الفيديو والمحتوى تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي. وانا هعمل لكم برضو فيديوهات وفلوجات كتير. ادعوا لي اسافر تاني بسرعه، انا بس باخد وقت كده بين السفريه والتانية على ما اقرر. وده كان ريسبشن الفندق، قلت اختم بيه برضو في الفيديو. بس يعني لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير واشتركوا في قناتي، واشوفكم باذن الله على خير. باي باي.